هلا باخواني، حياكم الله. الحين عندنا تركيب فلين الهوردي، احنا حطينا هذا نموذج على اساس نشرح لكم عليه. اخوي علي، شنو الفرق بين الهوردي الثابت والمتحرك؟ الثابت طال عمرك الثابت يظل بالسقف، بس نعم. المتحرك اللي هو اكثر امان، وبنفس الوقت شوي سعره اغلى صح، بس الاكثر امانه. لان الفلين الثابت يكون مرات يسبب انتشار حرائق وامور، ماس الكهربائي وهالشغلات هذه. وشكل الجمالي بعد هذا احلى حق القسيمه. احيانا في ما يحطون ديكور يسوون صبغه اسود. نعم. ولا شيء، هذا افضل. نعم الله يعطيك. سعره مكلف اكثر شوي صح، بس الافضل اكثر شيء عليه طلب. نعم. طريقته يثبتون البلاستيك هذا الجديد على اساس تطلع الخرسانه نظيفه، يثبتونه بجهه بالارض او بالخشب، ويغلفون الفلين. هني بين الفلين والفلين هني راح يصير في فلينه ثانيه بينهم، هني العصب يصير، هني يصير في